زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، جملة دايما بنقولها لما بيكون في اتنين هينفصلوا. بيطبقها تامر حسني وبسمة بوسيل حرفيا. الاتنين اتفقوا يبقوا صحاب بعد الطلاق ويكون بينهم كل ود واحترام، خاصة عشان الأولاد اللي بينهم. بس في الواقع ان تامر حسني مش عارف يتخطى الموضوع، اما بسمة فعملت موف اون بسرعة. شوية تفاصيل بتقول كل حاجة، تعالوا نحكيها سوا واحكموا انتوا بنفسكم. بعد الطلاق بيكون في حياة جديدة للطرفين. المفروض في البداية بيكون اغلبها حزن على فترة الارتباط والعشرة، خاصة لو الجواز استمر 12 سنة زي حالة تامر حسني وبسمة بوسيل. الموضوع بدأ لما لقينا فجأة بسمة نزلت بوست بتقول فيه انهم اتطلقوا وانهم اتفقوا يكونوا اصحاب، وما قالتش اي اسباب. تامر حسني عمل شير لنفس البوست واكد الطلاق، بس الاشاعات كتير على طلاقهم، وخاصة ان ده مش اول طلاق، دي الطلقة الثالثة والثالثة ثابتة. وفي كل مرة طلاق كانت الاشاعات ان ده بسبب نزواته وعلاقاته النسائية، ودي شفناها في سنة 2020 لما بسمة بوسيل نزلت على الانستجرام لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة انه مش بيعمل لي احترام سواء في صور او فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي اي حاجة علشان مش فارق لي اي صور. احب اعرفكم ان احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر اوراق الطلاق، بس بعدها رجعوا الحمد لله واتصالحوا، وده شفناه لما تامر نشر بوست على الفيسبوك وقال تصرف متهور منك بس ولا يهمك، مش عيب ان الانسان يغلط، بينا حب غالي وحياة كريمة واولادنا وبيتنا اغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب. بسمة دلوقتي رفعت شعار يا انا يا مفيش، وخلصت الموضوع بالتراضي وخرجوا بالمعروف. ومن ساعة الطلاق وهي بتنزل صور كتيرة، مرة من سفريات ومرة من الجيم، عايشة حياتها وبتغني وكمان بتجري 8 كيلو وزي الفل. بسمة وتامر ما تقابلوش بعد الطلاق غير في عيد ميلاد بنتهم أمايا، اللي كان باين من خلال الفيديوهات اللي نزلت ان تامر حسني حزين، وده اتأكدنا منه في حفلة الكويت اللي كانت من كام يوم وهو بيغني أغنية ترجعلي، عيط وتأثر بشكل كبير، وكل الجمهور قال ان ده بسبب انه ندمان على طلاق بسمة ومش قادر على بعدها. وكان تعليق تامر على اللحظة دي شفناه ببوست على الفيسبوك قال فيه ده ملخص ليكم من حفلة الكويت للي معرفش يشوف منها حاجة، بس انا هكتب عن اللحظة اللي عدت عليا مع جمهور الكويت العظيم. وفي اخر الفيديو لحظة حب عمري ما هنساها. احيانا الفنان بيتأثر وبيصل للحظة اندماج وصدق وتوحد مع الاغنية، بتخليه يتأثر ويضعف من جواه لدرجة محدش ممكن يتخيلها، وده غصب عنه طبعا بما انه انسان. وقمة السعادة والحب لما الجمهور يحس بكده ويقرر ان يتحول لقلب واحد واشوفه فجأة سند وظهر بيشجعني، زي مدرب لاعب الملاكمة اللي بيشجع اللاعب بتاعه علشان يقوم ويكمل. شكرا 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 من كل قلبي جمهور الكويت الراقي. تامر كان دايما بيقول ان معجباتي كتير سواء فنانين او لا، بس في الاخر بحبك انت يا بسمة واولادي. تامر وبسمة بدأت حكاية حبهم سنة 2012، كانت قصة حب كبيرة وانتهت بالجواز، وربنا كرمهم بالثلاثي تاليا وأمايا وآدم. اعتزلت بسمة الغنى وكان ده شرط جوازهم، وحبها لتامر خلاها توافق، وكان الفرق بينهم 14 سنة، وده اللي خلاه دايما بيقول دي بنتي مش مراتي. بس كان دايما الاشاعات وراهم في موضوع نزوات تامر. والسنة اللي فاتت تحديدا في شهر نوفمبر قالت البلوجر جليلة في برنامج شو القصة ان هي وتامر اتعرفوا على بعض في 2011 بدبي في قعدة عشاء، وكانوا مجموعة كبيرة، بس قالت انهم اعجبوا ببعض. وكملت كلامها انها اتعلمت كتير من تامر، وان اثناء عرض فيلم عمر وسلمى 2 في السينما كانت هي واصحابها بيشوفوه، وقالت لهم انا شكلي هحب تامر. والموضوع اتطور بينهم فعلا من الاعجاب الى الحب، واستمر 11 سنة. واكدت ان الحب مش جريمة، وكنت بحلم اتجوز تامر واعيش معاه في بيت واحد، وقبل جوازه بيوم كنت معاه وما قاليش، وانها عاشت معاه اجمل قصة حب لمدة 11 سنة. ونفت جليلة انها اتجوزت تامر حسني في السر، او ان ليها اي علاقة بطلاقه كل شوية من بسمة، وانها مش خربت بيوت، بس هي لسه بتحب تامر. كل دي تفاصيل واحداث، بس الاكيد ان لسه الحكاية منتهتش وفيها اسرار كتيرة.